عندنا هنا اوبشن في الايديت اسمه بابت وورب. الاوبشن ده حلو جدا لانه بيخليك تقدر تحرك اي حاجه في جسم مثلا الفيل ده. فانا مثلا بعمل ايه، انا جبت الفيل وقصيته، لازم تكون قصص الحاجه اللي هتلعب في الاعدادات بتاعتها او في شكل الفيل مثلا. فانا هقف هنا وبثبت، انا بفضل اعمل دوت، ادوس دوت نقط كده اللي هي بتظهر لكم دي في الحتت اللي انا عايزه اثبتها وبرده اللي انا عايزه احركها. فمثلا انا هعمل نقطه هنا كده ونقطه كده على الزلومه مثلا الناحيه دي كده ونقطه فوق. طيب اعمل ايه بقى، اما اقف على النقطه تاني هيديني ايه شكل السهم، فيقول لي بقى براحتك حرك براحتك. فهمتوا ازاي الفكره؟ هاجي عند رجليه مثلا احرك برضو رجليه ارفعها كانه بيرقص. فاهميني ازاي؟ ممكن عند ودنه اضيف حته واعمل كده ودنه مثلا. فاهميني ازاي الفكره؟ عجبكم بقى اللي عملتوه هتقولوا اوكي، ما عجبكوش هتبتدوا تقولوا ايه لا. تمام. فدي بتنفع في تصميمات برضو احيانا يعني انا عامله بيها تصميم برضو للفيل كده. ممكن اوريهولكم في السريع كده. بصوا انا عامله برضو الفيل ده اللي انتوا شايفينه الصغنن قوي الجميل ده اللي عمال بيشرب ميه من الجردل. ده انا عاملاه بالبابت وورب، ان انا جبت الزلومه بتاعته وحطيتها هنا، وطبعا ايه مسحت جزء الزلومه عشان يبان جوه ان هو الجردل. فاهمين ازاي؟ فالفكره ان انتوا ممكن تعملوا تصميم زي ده طبعا. وده الفيل اللي انا لسه كنت بوريه لكم. انا ما عملتش هنا، ما رضيتش العب في الزلومه بتاعته وسبته زي ما هو، بس الفكره ان انتوا ممكن تستخدموه في حاجه زي كده. او ايه تاني، او مثلا شايفين الصورة دي مثلا واحد رافع ايده كده بالبابت وورب تقدر تجيبها وتقفلها. بس طبعا عشان تعمل اي صورة لازم تكون قاصصها عشان تعرف تتحكم فيها. تمام. فده قبل وده بعد. وراسه برضو كانت سليمة عوجها. هوريكم الكلام ده دلوقتي بالعملي. فمثلا تعالوا خلونا نقف على صورة البنت دي. انا طبعا قصتها ودي ايه، دي لاير جديد انا عاملاه عشان بس ايه الشغل يبان، لكن هي البنت مقصوصة لوحدها اهي عشان اعرف اشتغل. واجيب الايه البابت وورب وابتدي اقف مثلا على راسها كده واثبت جسمها بثلاث حاجات كده، 3 نقط. ومثلا عايزه احرك ايديها دي لفوق شويه، وعايزه مثلا اثبت ايديها من هنا عشان ما تتحركش. فهمتوا الفكره؟ فانتوا دلوقتي بتعملوا النقط. طب دلوقتي عايزين نحرك ايه، انا هاجي عند الراس احركها كده شويه. طب الكتف عايزه ارفعه من هنا شويه. فهمتوا ازاي؟ الايد مثلا عايزين نجيبها كده شويه. مش عايزين برضو تبان انها معاقه يعني، مش عايزين نقلل برضو من البيكسلز بتاعتها يعني ما نبوظهاش. تمام. فالفكره ان انتوا هتقعدوا ايه تشوفوا ايه اللي ممكن تقدروا تعملوه. حركتوا راسها لمين شمال براحتكم. فهمتوا ازاي؟ بس حاولوا ان انتوا متلعبوش قوي علشان ما يبانش في حاجه ايه مش طبيعيه في الصوره. بس هي الفكره ان انتوا ممكن تعملوا بيها تصميمات يعني. تعملوا ابلاي علامه صح يعني وخلاص. انا عوجت لها راسها. بس طبعا تكونوا واخدين نسخه من الصوره القديمه عشان تشوفوا انتوا الصوره كانت قبل ايه وبعد ايه يعني. بصوا الصوره انا هجيبها لكم في الهيستوري اهي. الصوره قبل كانت شايفين، خدتوا بالكم راسها كانت عامله ازاي، والصوره بعد